فكره الاعلان برضو بالسكريبت دكتور دي متهيألي دي كانت مكتوبه على التتر سكريبت دكتور، يعني انا مكتوب على التتر بتاع المسلسل سكريبت دكتور، لانه كان الاتفاق من الاول احنا هنجيب عمرو يا جماعه يعمل كده، والناس كانت موافقه ومفيش اي حاجه خالص وبتاع. اتفاق معلن قدام الجميع والشغلانه كانت واضحه وصريحه. بس اوقات تانية بيبقى مطلوب منك تبقى سكريبت دكتور، بس هو في الحقيقه انت هتكتب المسلسل كله تقريبا. فتعرض عليا مره بدون ذكر اسماء يعني مسلسل وحش قوي يا وائل حقيقي، موضوع وحش ومكتوب منه مثلا 45 حلقه. يا نهار اسود. وهو كان كام 90 حلقه. الله. فمكتوب نصه تقريبا. طب يا جماعه انتوا كنتوا فين؟ يعني كنتوا فين من نصه؟ ازيكم؟ انا اسمي وائل حمدي، سيناريست، وفي البودكاست ده حابب ادردش مع اصدقائي وزملائي اللي بيشتغلوا نفس الشغلانه عشان نشوف احنا بنعمل ايه، نفهم احنا رايحين فين، ايه اللي مضايقنا في شغلانتنا واشياء اخرى. وفي الحلقه دي معايا صديقي وزميلي والعشرة العمر السيناريست عمرو الدالي. ازيك عمرو؟ الحمد لله. ازيك يا وائل؟ ايه الاخبار؟ كله حلو الحمد لله. السيناريست عمرو الدالي ولا الكاتب عمرو الدالي ولا المؤلف عمرو الدالي؟ ايه التايتل اللي تحس ان هو بيعبر عنك اكتر، بيعبر عن شغلتك اكتر وبتستريح له اكتر؟ السيناريست عمرو الدالي. السيناريست. ايه السيناريست بقى؟ احنا بنعمل ايه؟ بنعمل حاجات كتير قوي والله. بص، هو السيناريست هو الشخص المعني بكتابة الأفلام والمسلسلات والحاجات الإذاعية والحاجات اللذيذة دي. بحس إن في فرق بين يعني بين لقب المؤلف، لأن المؤلف ده ممكن يبقى بيكتب قصة، بيكتب رواية، بيكتب شعر، بيكتب حاجات كتير. السيناريست متخصص اكتر في كتابة المواضيع الخاصة بالسينما او التلفزيون، او زي ما قلت لك الحاجات الإذاعية وبتاع. فانا بميل اكتر للتعريف ده، لانه انا ما جربتش الف حاجات تانية، او يعني مش ما بحبش، بس يعني بحس ان نقطة قوة عندي في الكتابة في السيناريو. فعشان كده ده غير ان انا يعني لقب السيناريست ده لقب لذيذ يعني، حلو يعني، احبه يعني. يقول لك دايما اعمل لنا سيناريو كده. الحكايه دي يعني. ايوه طبعا. طب انت بدأت تحس ان انت رايح لفكرة كتابة السيناريو؟ يعني ده ظهرت امتى؟ حاجة وانت صغير خالص؟ وعلاقتك بالشغلانة دي تحديدا ايه؟ وعلاقتك بالفن بدأت من حبك لده، لكتابة السيناريو، ولا كان الموضوع مبهم في الأول؟ ده هو أنا بحب كل ده وخلاص. صح. هو في الأول وأنا طفل يعني كنت بحب الفن في المطلق، اللي هو أنا بحس إن أنا دايما احنا كمان، انا كمان بالجيل اللي هو كان الراديو ما بيتقفلش من البيت طول النهار، فانت طول الوقت في مسلسلات وبرامج ومش عارف فقرات مع فنانين وحاجات كده وبتاع. بعد شويه التلفزيون احنا ما كانش عندنا المساحه بتاعه الترفيه الكبيره بتاعه النوادي والحاجات والبتاع، فكنا دايما قدام التلفزيون. فانت هذا العالم قدامك من خلال الشاشه دي. فلا انا بحب الحاجات دي يعني، بحب المسلسلات والافلام، واحب اتفرج واتابع القصص وبتاع. بدات الموهبه تبان شويه في ابتدائي في مواضيع التعبير. كان عندي ازمه كبيره جدا في امتحان اللغه العربيه. كانت واضحه يعني بشكل كبير. انا والدي ووالدتي الاثنين مدرسين لغه عربيه. دي حاجه صعبه جدا. بالظبط. 2 مدرسين في البيت، حاجه في منتهى الصعوبه. بس فكانوا دايما بيلاحظوا انه لما بيقعدوا معايا يذاكروا لي ولا حاجه في العربي، ان انا باخد وقت كبير جدا في موضوع التعبير. زمان الامتحانات كان يقول لك اختار موضوع من الاثنين، اكتب مثلا عن موضوع توبيك كبير جدا زي مثلا البطاله ومش عارف ايه وبتاع، او اكتب قصه شاب مكافح مش عارف توفى والده وهو في منتصف عمره وحاجات كده. طبعا كنت انا بجري على قصه الشاب المكافح. فيسيبوني بجاوب على الامتحان، يرجعوا بعد ساعه ونص لاني لسه بكتب، لسه ما سلمتش الحلقه. بالظبط كده. فبداوا يقولوا لي لا كده غلط، انت هتضيع وقتك على سؤال عليه 7 درجات يعني. فبقيت حاسس انه طب ما هو ده اكتر سؤال انا بحبه، فلازم تنظم وقتك وحاجات كده. فجيت في ابتدائي في امتحان اللغه العربيه، كان لو الشهاده الابتدائيه دي حادثه كبيره يعني. كان الامتحان من ساعتين اللغه العربيه،
فبعد ساعة ونص اكتشفت ان انا يعني بحط النقطة بتاعت نهاية نهاية القصة. وبعدين لقيت المدرس بيقول بقي من الزمن نصف ساعة. يا نهار أي حاجة اسود، تانية. ما عملتش حاجة تانية، لا حليت بقى نصوص ولا نحو ولا اي حاجة خالص، التعبير وبتاع. فالحمد لله عدت على خير. بس حسيت شوية انه لا، هو في حاجة. فبدأت ادور، وطبعا زمان ما كانش فيه انترنت ولا بتاع. ف كنت بدأت في الوقت ده تحب تقرأ يعني ولا كان بص، لسه؟ بقرا من قبل كده. يعني بقرا من قبل كده، لانه هو انا بقول لك اكتر حاجه بابا كان عاملها معانا يعني واحنا صغيرين، فكره المكتبه اللي هي لازم تبقى موجوده. المكتبات زمان كانت في المدرسه كانت حاجه مهمه جدا، كان في حصه مهمه وبتاع. انا كنت بحب الفقره دي جدا، لانه انت بتخش مكان مليان كتب. فده يعني انا بدين بالفضل في بيه لوالدي يعني. فكنت بقرا قصص، طبعا كنت بسرح بقى هبل جدا يعني. احنا بنتكلم في الغاز مغامرين 5 وكده في في الاول. ما انا هقول لك بقى، هي الفكره هي الفكره انه ايه، انا طبعا العادي بتاعنا واحنا صغيرين بنروح الكشك بتاع الجرايد نجيب الجورنال الصبح لبابا عشان يقرا وبتاع. وفي نفس الوقت بتقوم جايب مجله ميكي، تجيب مش عارف المغامرين الخمسه، تجيب مش عارف قصص عامله كده. وبعدين ايه، بعد شويه جيت في بدايه الاعدادي كده، بدا بابا يقول لي نفس الجمله بتاعت انه طب مش نكبر سنه يعني، نفتح اكتر يعني. المغامرين الخمسه خلصت والحاجات دي، ورجل مستحيل والحاجات دي خلصت خلاص، طب مش نفتح بقى سنه نشوف حاجات. فسالته طب ماشي انا عايز اقرا ابدا بايه؟ فاقترح عليا لص والكلاب. اوف، لنجيب محفوظ. خط لازم يعني، مش انيس منصور مثلا وبالراحه. لا، اقترح عليا لص والكلاب. خلاص، ما فهمش ليه برضه، بس بعد شويه فهمت ليه، لان هي فيها قصه يعني، فيها حدوته، فيها واحد بيحصل له كذا وكذا وكذا، بس فيها سرد كده. صح. فطبعا اتهبلت، حصل لي بقى هبل بتاع. ومن اللحظه دي يعني حسيت انه لا يعني الناس دي حلوه، انا عايز ابقى معاهم يعني. بس طب لما قريت اللص والكلاب وانت في اعدادي، شفت الفيلم؟ شفته. كنت شفت الفيلم قبل اكيد. انت كنت شايفه قبل كمان؟ كنت شفته قبل. بس برضه ما كنتش رابط بفكره انه الروايات دي ممكن تتعمل افلام. كنت صغير لسه مش فاهم. فلما قريت انا حاسس ان اللي بقراه ده شفته. ايوه. ده في فيلم بتاع شادية وشكري سرحان وبتاع. اتفرجت على الفيلم تاني لما جه يعني في التلفزيون. حسيت بالفرق. ايوه، في فرق. وبدات في سيناريو بقى. وبدات اربط بدات اربط انه طبيعي ان هو مثلا الفقره اللي اتكلم عليها بعلاقته القديمه بعلي السدره ومراته وبتاع والخيانه والحاجات دي، هو جابها في الفيلم ازاي. فبدات اعجب بفكره انه هو ازاي عالج يعني عالج القصه. الروايه بقت بتتحكي بطريقه تانية. بالظبط كده. فبدات شويه برضو ادور فكره انه ايه الفرق بين الفيلم اللي عن روايه والفيلم اللي هو المؤلف كاتبه بنفسه وبتاع. فحبيت الحكايه من بعيد. بس برضو ما كنتش فاهم في الفتره دي انه في شغلانه اسمها سيناريست، كتابه سيناريو. يعني اسمها كده، ما اعرفش اسمها كده. عارف ان في مؤلف اكيد يعني. بس وفي الفترة دي علاقتك بالأفلام كان اللي بيجي في التلفزيون بس، ولا كنت بدأت بقى تدور على الأفلام الجديدة في السينما؟ بدأت أدور. لا كنت بص برضو ولا فيديو، شرايط فيديو. في فقرة سينما، انت كده بتروح السينما. برضو الفيديو ما كانش موجود في كل البيوت. بس شوية وبقى موجود في البيت، فبقينا بنروح نوادي الفيديو ونجيب الأفلام. فبتسمع شوية برضو حاجات ليها علاقة بأنه المخرج الفلاني ده شاطر قوي. بما انك بتقرا مجلات وجرايد، فانت بتشوف مثلا يوسف شاهين مش عارف راح بفيلم ايه المهرجان كان، فمين يا جماعه يوسف شاهين ده؟ طب تعالوا نجيب يوسف شاهين ونتفرج عليه. فبقيت اجيب افلام المخرجين اللي بحس ان هم يعني اكيد عامل فيلم حلو. فبدانا نجيب الافلام نتفرج عليها وبتاع في البيت. فده برضو دي فقره من الفقرات. ومع ذلك مع كل ده دخلت حقوق. بس ده حقوق دي ليها علاقه بالدراسه العاديه. انت في ثانوي انا ما بعرفش اذاكر يعني، شخص ما بيعرفش يذاكر بس بعرف انجح. ففي فرق كبير يعني، فاهم قصدي؟ يعني ما بحصلش قوي، بحبش احصل. بحس انه يا جماعه ده تضييع وقت. قولوا لي عايزين ايه مني وانا هخش امتحن وخلاص. قعدت فتره طويله كده. فطبعا في ثانويه عامه مفيش الهبل ده يعني. صعب يعني. ففي ثانويه عامه كنت انا اللي هو النظام الجديد بتاع تانية ثانوي وثالثه ثانوي. كان عندنا التحسين، فانت اللي هو طب ما حلو يعني عندنا فرصه 2 و3 وبتاع. ففي الاول جبت مجموع عادي خالص، جبت 75% في سنه تانية. وده مجموع وحش قوي، اللي هو يعني اللي هو بتاع يعني ممكن تلحق تجاره مثلا، تلحق تجاره اداب حقوق حاجات كده. فاللي حصل انه اتقال لي طبعا بما اني في بيت كله دراسه انه انت المجموع ده مش هيدخلك اي حاجه.
طب كان ايه الطموح يعني؟ طموحهم او طموحك انت؟ طموحهم إيه؟ هم ان انا اشتغل لحاجه، يعني ان ادرس حاجه تبقى بتشغل، ايوه يعني تجيب شغل تجيب بعد كده. وظيفه في الاخر. فاللي هو بدا يقولوا لي طب تخش تربيه زي شبههم، تربيه فتبقى فبقى مدرس. مدرس في حاجات كده وبتاع. ما كانوش واخدين بالهم قوي مم. بانه انا ميولي رايحه ناحيه الحته اوكي دي، مع ان انا مثلا ابويا شاعر اوكي اصلا. يمكن انت ما كنتش واضح برضو يعني، انا اللي هو كنت بالنسبه جواني لك قوي، الموضوع ده مش حقيقي، باين. انا كنت جواني جدا، اه كنتش قايل يعني. انا مثلا شادي اخويا الاكبر، امم من وهو طفل صغير عايز يبقى ممثل، ايوه ايوه وعايز يخرج وعايز يدرس اخراج وحاجات كده وبتاع، ودخل فنون جميله، دخل مم. قبلي هو بسنتين 3، فهو كان واضح قوي ان هو عايز يبقى اه فنان. اه فتحس انت اللي هو ايه، طب انا لو دخلت الحته دي هيتقال لي نفس الكلام انه بلاش فن دلوقتي ايوه وبتاع، فكنت بخبي يعني. ايوه ف... فذاكرت اكتر شويه في ثالثه، وجبت مجموع اكبر، بس المجموع برضو في الاخر لما اتحطوا على بعض عملوا 75%. اوكي في سنه التحسين المجموع ده كان يدخلك حقوق بالعافيه، اوكي مش اكتر من اوكي كده. اوكي فدخلت حقوق القاهره، كان قدامي اداب، مم. بس ما اعرفش ايه اللي خلاني ما اروحش، من الاداب اوقع. بالنسبه لميولك يعني. بس حسيت اكتر انه الحقوق فيها برضو فكره ان انت هتدرس قضايا وتسمع قصص ناس وحاجات كده، اه فقلت ايه، طب ما انا يعني. كنت مدرك لده ولا دي حاجه اكتشفتها بعد كده انها لا كانت كنت ميزه؟ مدرك، لان انا اه ساعتها كنت عايز اخش معهد سينما وما عرفتش اخش معهد سينما. انت جربت فعلا. يعني اوكي جربت اخش معهد سينما اه ما نجحتش. اوكي. ف بعد سينما كان بياخد 8 كان اظن بياخد في الدفعه. 8 بالظبط. فدخلت حقوق القاهره، وجربت بقى مرتين وانا في الحقوق ادخل معهد سينما، مم. وكنت بوصل لحد المرحله الاخيره ودايما ما اقع في بتظبطش الانترفيو، ما في اعرفش ليه. الانترفيو. فقلت خلاص بقى هي شكلها مش نافعه ايوه خالص. بس لكن ما استسلمتش بقى يعني دخول خالص. المعهد حاجه، وان انت تحاول تشتغل حاجه تانية، ان انت لا ده تحاول موضوع تكتب. تاني خالص. لا اه انا كنت حابب ادرس يعني، كنت اه عايز اعرف بقى الموضوع ايوه بيتعمل ازاي يعني. ايوه يعني وخصوصا انه زمان ما كانش فيه يعني، ما فيش مثلا فيديو هتتفرج عليه لا ما كانش فيه، فيعلمك ولا البيزكس على والحاجات دي، ما والانترنت كانش كان بسيط قوي، وما الكلام ده، كانش ما فيه كانش برضو موجود. كل المقالات والحاجات الكبيره صح اللي موجوده دلوقتي والمتاحه صحيح. والبودكاست والحاجات اللذيذه دي. ما كانش فيه الحاجات دي خالص. طب ايه مين الكوميونتي او الاصدقاء او المجموعه اللي شجعتك ان انت تحاول تكتب افلام قصيره مثلا، او ان انت تحاول يعني ميزه معهد سينما دايما في الفكره دي ان انت بيبقى في حواليك وسط ناس. شبهك، صح. وقدك في الخبره وقدك كده، فبتتحركوا مع بعض وبتشجعوا بعض بص انا فاللي بيبقى جاي من بره ده وعايز يدخل، رحت فين؟ بص انا كنتش بعيد قوي. ليه؟ هقول لك. لانه انا عشان شادي. شادي كان فنون جميله بيمثل في الجامعه في اتيليه المسرح، وابويا كان شاعر بيكتب اشعار للمسرحيات بتاعه اصول الثقافه والحاجات. اوكي وانا كنت وانا صغير انا وشادي في مكتبه الاسره اللي موجوده في شبرا عندنا. فكان في مسرح وعندنا بروفات وبنعمل اوبريت مش عارف ايه وحاجات كده وبتاع، فانت فهم مش بعيد قوي. حواليك الناس عامله كده. وبابا كان ليه صحاب كتير جدا شغالين في الوسط الفني، بس ايه، ممثلين مسرح. ايوه عارف انت النهارده احنا هنروح مثلا مسرح البالون نحضر مش عارف عرض اخراج فلان صاحب بابا، فنروح فاشوف الممثل اللي بشوف في الافلام بيعمل دور صغنن كده حبيبي ولا حاجه، فاهم؟ فتحس انه ايه ده، انا مش بعيد قوي عن الحاجات. وبتورث بقى الموروث بتاع انه ابن الممثل ده يبقى صاحبك، ما احنا بنلعب مع بعض بعد البروفا بنلعب مع بعض، فاللي هو ده بعد شويه هو راخر عايز يبقى ممثل او عايز يبقى مخرج، فاتجمعنا كده وحصل شويه. بقينا بنروح الاوبرا نقعد في الهناجر نتفرج على عروض مش عارف ايه، في افلام قصيره بتتعرض، فاروح احضر فاسمع انه في مش عارف ورشه في الحته الفلانيه. انت طبعا مش هتفتكر خالص. مش هفتكر ايه؟ انت كلمتني اول حد كلمني اصلا. انا انت ناسي طبعا. بعد ما اتخرجت من الكليه حاولت تاني اخش معهد السينما وما عرفتش. بعد خدت قرار انه خلاص انا مش هعمل كده تاني. جالي تليفون، لقيت حد بيقول لي انا وائل حمدي. قلت له اهلا وسهلا. فقلت له انا سامع ان انت بتكتب كويس. انت ناسي؟ منين؟ انت ازاي ناسي؟ انا ناسي فعلا. انا فاكر، انا متخيل ان اول مره اتقابلنا فيها لما انت كنت كاتب المريالة الكحلي فيلم أيوة. وكنت عايز تاخد رأيي فيه. لا هي دي المرة الأولانية؟ لا في مرة قبليها. مش فاكرها خالص. لا انا هفكرك حالا. لا انا اول تليفون جالي من حد محترف يعني كان منك. انت ناسي طبعا خالص. طب هو انا عرفتك ازاي؟ ما انا هقول لك. حد اداك رقم تليفوني. اوكي خلاص بما اني منتشر في الهناجر وفي المسرح وبتاع. فهي الفكره انه انت كلمتني فقلت لي احنا بنعمل عالم سمسم. اوكي
وبنعمل ورشه جديده انا وعمرو سمير عاطف، اه وبنجمع شباب صغيرين بيكتبوا بتاع. فهل تحب تلعب معانا اللعبه دي؟ فانا في حد في يعني حد قال لك؟ قال لي على انا ما اعرفش اسمك مين بتاع بقى. انت اللي المفروض تعرف. مشكلة انا مش فاكر دلوقتي. حد اداك رقم تليفوني فانت أوكي. كلمتني في التليفون وقلت لي تحب تيجي وبتاع، وهنتقابل في الزمالك وحاجات كده، ورحنا الفيلا بتاعت الكارما دي. اوكي اللي في الزمالك. ايوه صح. فرحنا ولقينا ورشه ناس جايه من بره وبتاع حاجات. يعني هو ده كان ايه 2005 2001 2002 حاجه كده. والله اوكي. بس كان ناس كتير ولا كنا كتير قوي. كنا ناس كتير. كتير قوي. بس وحصل من هنا أيوة. اشتغلت انا في عالم سمسم شهر مثلا، اوكي. وخلعت. انا جريت ما حبيتش الطريقه، الاجراءات الكتير. الاجراءات إحنا كتير. عالم سمسم، عالم آه. سمسم قاسي. ايوه يعني مش يعني كان لذيذ وكتابته لذيذه وكل حاجه، بس هي بس الفكره البروسيس طويل ومراجعات تستنى كتير. لما يردوا عليك من امريكا انه تمام ولذيذ وبتاع. فحسيت ان انا لو قعدت هنا هقعد سنين طويله. انا عايز اشتغل يعني عايز ابقى فلان بقى. ايوه بس فرحت خالع من هنا. بعد كده لما كتبت انا بقى سكريبت مريالة كحلي، كلمتك في التليفون. دي بقى انا فاكرها. وقلت لك انا فاكرها. قلت لك عايزك تقرا السكريبت تقول لي رايك فيه وتقابلنا في المعادي انا فاكر. ايوه صح. صح. وانت اديتني سكريبت الفيلم بتاعك ميكانو. اوكي وقريته وكلمتك. ايوه بس ومن هنا بقينا اصحاب بقى جدا. ايوه ده كان تقريبا 2006 ده بقى 2006 صح. بعد شويه يعني بعد 3-4 سنين من فقره عالم سمسم. أيوة. فين المريالة كحلي؟ كان فيلم حلو قوي. انا فاكر يعني انا أيوة. دايما فاكر ان ده كان فيلم حلو. بص بقى السكريبت ده يعني كان زي السي في الاولاني ليا. اوكي. يعني برضو تامر حبيب سمع من حد انه عمرو بيكتب كويس، فاتصل بيا وقال لي انا بعمل مسلسل فمحتاج معايا ورشه لو انت حابب بس ممكن اقرا لك حاجه. وبعت له سكريبت مريالة كحلي فقراه، واتصل بيا قال لي انت معايا في مسلسل يسرى السنه الجايه. اوكي. كنا في 2008 ساعتها. ده اللي هو خاص جدا. اوكي. قلت له جدا يلا. هو سكريبت مريالة كحلي ده فضل فتره هو اللي طويله قدمك. هو اللي بيقدمني للناس. كل ما حد يقول لي طب انت كتبت ايه فاديله السكريبت. أيوة. مش هيتعمل وما اتعملش. بس هو قد غرضه وخلاص. بس هو عمل اللي عليه. بالظبط كده. بس هو بحبه جدا، بس هو في عارف المراهقه الاولانيه. فانت عايز تعمل كل حاجه شخصيات كتير وعلاقات كتير وبتاع. بس انا فاكر كان في شبرا برضو الاحداث صح. ايوه فاكر. وكده لما اشتغلت مع تامر في عرض خاص ده اول شغل سوري في خاص جدا. ده اول شغل بروفيشنال. ده اول تتر بقى يعني. ده اول اسم يتكتب على تتر واول فلوس واول فلوس واول عقد. واول عقد. وكنت فاهم قوي كل الاجراءات لان تامر طبعا كان هو الهيد رايتر، فهو اللي كان صادد الفكره بتاعت الانتاج، وكنتش فاهم حاجه يعني. بس لحد ما في 2009 كده جالي تليفون من افلام مصر العالميه. عمرو احنا برضو سمعنا من حد انك انت بتكتب كويس، وعندنا زي مسابقه كده بناخد افكار مسلسلات عشان BBC واحنا هنعمل زي توأمه كده، عايزين نعمل مسلسلات. افلام مصر العالميه دي شركه يوسف شاهين. دول كان عمرهم ما كانوا عملوا مسلسلات. كان اول مره افلام بس. كان اول هم بيعملوا افلام جدا. كان استاذ يوسف لسه ميت مثلا من سنتين ولا حاجه. فقرروا ينتجوا مسلسلات. فقدمت الفكره بتاعت دوران شبرا اللي هي برضو بتدور جوه الحي اللي انا اتربيت فيه وبتاع. ونسيت الموضوع يعني، ما ردوش عليا بسرعه. فطبعا انا اللي هو خلاص اكيد ما عجبهمش اللي انا بعته وبتاع، لحد ما اول مره يرن على موبايلي تليفون دولي. فرديت لقيتها استاذه مريان خوري. قلت لها بكلمك من لندن، انا قاعده مع الجماعه بتوع BBC، احنا اخترنا مسلسلك ومسلسل تاني من 20 مسلسل. اوكي. التاني ده اللي هو زيت. فقلت لها طبعا مش عارفه ارد اقول ايه. قلت لها طب كويس يعني طب كويس. شكرا. ايه اللي هيحصل؟ قالت لي لا شكرا على الاختيار. بالظبط شكرا لحسن اختياركم بالظبط. فقالت لي احنا راجعين كمان كام يوم وجاي معايا كل الناس المعنيين في BBC عشان يقعدوا معاك. يقعدوا معايا انا يلا نقعد جدا وبتاع. فعايزك تحضر بقى الكاركتر بروفايل والحلقات والحاجات. انت كاتب كام حلقه؟ وانت مش كاتب حاجه، كاتب افكار بس. فقالت لي طب يعني مشي ايدك شويه لحد ما نيجي. قلت لها طب عينيا حاضر. بس وبقى دوران شبرا بقى يعني حصل دوران شبرا. المسلسل ده انت حصل لك في موقف مش سهل، انه كانت الخطه انه ذات ودوران شبرا يبقوا في رمضان واحد 15 و15 صح؟
وبعدين حصل تاخير في ذات مظبوط. في البروسيس بتاع الكتابه والاخراج كده، فاقول لك بص يا عمرو انت شاطر وبتكتب بسرعه هنخلي ال 15 دول 30. مصيبه سوداء ده مصيبه طبعا طبعا 100%، وخصوصا ان انت بتكتب لوحدك، انت ما كانش معاك كنت لوحدي. واول مسلسل يعني او مسلسل بقى في احترافي باسمك بقى كده وبتاع، وكنت صغير، انا كنت اتعاملت مع 27 ده سنه ازاي؟ يعني كنت 27 سنه ساعتها. ايوه انا ما كنتش عارف بقى هو ايه القصه. انت طبعا ما فكرتش ان اقول لا احنا كنا بدانا نصور اصلا. اوكي. يعني احنا كنا بدانا نصور مم. كويس وانا مقفل بقى 15 حلقه. ما انا قاعد فاضي بقى أي. يعني ما انا موريش حاجه، وخلص ال 15 حلقه والدنيا فله جدا وبتاع وبنصور. فانت باني ال 15 حلقه وقافل المسلسل مقفولين خلاص. يعني قفلت المسلسل مكتوبه لا وصورت مم. يعني انت هتعمل أيوة. ايه؟ فجم قالوا لي المصيبه السوداء دي. فاول حاجه جت في دماغي ان انا اقول لا طبعا وانا اتمسك بالحاجات والبتاع. فبعدين ايه قلت له طب ادوني بس 24 ساعه افكر هعمل ايه. هل اكمل من مطرح ما وقفت كانه جزء تاني يعني، بس كاني ملضومين في بعض. فاكتشفت انه مش هينفع، لانه هي قصه هي دي قفلتها. ما ينفعش. فقررت ان انا طب هخش في كل الحلقه، يعني في كل حلقه احط في النص احداث تليق على القصه، او تعمل خطوط تانية وازود خطوط واعمل صراع جديد واعمل حاجات عامله كده، واجيب ناس من بره بقى يعني عارف اللي هو ايه ده فلان بنت خالته جات له بتاع فتيجي تقلب الاحداث شويه وتعمل حاجات وبتاع. فلما اقترحت ده على الجماعه بتوع البي بي سي قالوا لي دي فكره هايله يلا بينا. اوكي. فبدات تاني اكتب المسلسل من اول لحد ما طلع بقى، وبتراعي اللي بيتصور طبعا. طبعا انا كنت ساعتها ما عنديش اي خبره، ما هي ده المرعب في الموضوع. فكنت مرعوب بقى. يعني الموقف ده ممكن حد مثلا بيحصل لنا دلوقتي عادي دلوقتي بنتعامل معاه انه جزء من الشغلانه بالظبط. لكن بالنسبه لحد اول مره يعمل مرعبه بصراحه مسلسل ولوحده ورمضان يعني كم المسؤوليات مش طبيعي. بس الحمد لله يعني. بس انا كنت بحب المسلسل ده جدا، فكنت يعني بكتب وانا مبسوط، وده اللي بدور عليه في اغلب الوقت يعني بحاول اتبسط اكتر وانا بكتب عشان اعرف اكتبه عادل يعني. بس وعدى بخير وعدى. ايوه لو كان حلو فعلا بحبه يعني يعني طبعا. يعني انت دوران شبرا في شبرا ومريالة كحلي كان حوالين شبرا، انت المخزون بتاعك ككاتب مرتبط بالمعيشة والمعايشة والمشاهدات بشكل كبير طول الوقت؟ مش طول الوقت، بس انا بحس انه الكاتب لازم في الاول يتكلم عن حاجات هو عارفها كويس عشان يبين هو نقاط القوة بتاعته فوق هيجيب منين يعني. هو هات من اللي حواليك الاول، وريني تأثرك بالحاجات، وبعد كده يعني حتى لما بعمل ورش دلوقتي دايما بقعد اقول لهم اقرب حاجه يعني دايره صحاب مثلا شله انت شايف ان هم عندهم حواديت عامله ازاي، اكتب عنهم حاجه. بيئه انت متربي فيها طبيعه كده وبتاع. وشبرا بصراحه يعني ماده خام للبلاوي السوداء يعني اي حاجه فيها كل حاجه اصلا فاللي هو ابقى غريب يعني، تبقى شخص غريب لو انت متربي حياتك كلها في شبرا وما بتتكلمش عن شبرا يعني. ما تفكرش تاخد يعني ما هو قدامك في الحاجات. بس بعد كده لا الخبره بتفرق والحياه والشغل وانت المنظور بتاعك بيكبر، تشوف يعني تشوف اللي بره دايرتك تعرف تفهمه وتحلله. لكن هو فعلا يعني بحس ان دي وزي ما انت بتقول صح يعني المفروض الكتاب الجداد ياخدوا بالهم منها، اللي هو اكتب عن اللي انت عارفه في الاول لانه ده اللي كمان هيبين الحاجه اللي ما حدش هيعرف يكتبها غيرك. صح يعني بالزبط. يعني دي بتاعي انت شفت حاجه ما حدش شافها غيرك فلما تكتبها انا حاسس ان انا قريت حاجه ما حدش. طبعا انا ما كنتش يعني بهذه العقليه والتنظيم الفظيع ساعه ما انا فكرت في دوران شبرا. هي الفكره انه انت يعني ما شخصيات اهي تعالوا يعني تعالوا نعمل بيكو حدوته يعني. هي جت كده. بس بعد شويه بدات اكتشف ان ده ممكن يبقى اوبشن حلو لحد بيبدا في الاول. دور حواليك هتلاقي حواديت كتير وقصص تطلع منها كل صحيح صحيح. بس بعد كده بقى في قراءات كتير ومشاهدات كتير تخليك بتوسع بقى يعني المدارك بتاعتك وتبدا تشوف يعني مش لازم تبقى يعني مش لازم تبقى من بس البيئه المحيطه بيك او الحاجات. بس بترجع مهما يعني انا بحس كده انه مهما الواحد اخد خبره وشاف عوالم كتير وكده هيفضل شيء من اللي انت عشته وانت صغير بيدخل كده بيتسرسب في شخصيه صح. في علاقه صح. صحيح 100% 100%.
يعني هي كده. هي عدلتها كده زي صح ما بيقولوا. صح. بعد دوران شبرا عملت مع خالد الحجر نفس المخرج، عملت فرح ليلى مظبوط مع ليلى علوي. ليلى علوي. هنا بقى دوران شبرا ما كانش فيه سوبر ستار، صح، يعني ما كانش فيه الاسم النجم اللي هو هم كان يمكن هيثم احمد زكي الله يرحمه كان هو كان الدور الرئيسي. هو الدور الرئيسي. وكان فيه بقى استاذه دلال عبد العزيز الله يرحمها ومدام عفاف شعيب. ولا وكان هو كان بالعرض، هو الموضوع بالظبط كده. يعني مسلسل فيه شخصيات كتير. ومفيش الميجا ستار اللي هو مفيش ليلى علوي. صح. فالتعامل مع في المسلسل التاني مع نجمة بقى كبيرة جاية من تراث انت اكيد كنت بتتفرج عليها وانت صغير في الافلام وكده، فجأة بقت قدامك وانت اللي بتكتب لها مسلسل 30 حلقة ولا لا. فرح ليلى اظن عدى 30 حلقة. لا 30 كان 30. فانت ايه التعامل مع النجم هنا، ولا انت كنت مصدر المخرج في بينكم؟ بص، هم بداية فرح ليلى كان قصة خالد اصلا، قصة خالد الحجر. وانا كنت بكتب السيناريو والحوار بس. فاوريدي احنا عندنا قصة مكتوبة. وكان بقى زي نحولها يعني هو كان قصة فيلم اصلا خالد هيشتغل عليه. وبعدين انت عارف احنا عايزين نعمل مسلسل ليلى علوي السنة دي. فطب نعمل ايه؟ فعندنا افكار شكلها عاملة ازاي. فتقال لي انه تعالى احنا قررنا نعمل فرح ليلى وعايزينك انت تكتب. فقريت القصة اللي هي المعالجة اللي كاتبها خالد. قلت له والله يعني ظريفة بس 30 حلقة كتير. في الأول قلت له كتير 30 حلقة على الموضوع. فقال لي لا ليه، تعالى بس نجربه بتاع. فاشتغلنا شوية على يعني الحدوتة نفسها. وبعدين بدأت أقول له طب يعني سيبني شوية أنا بقى أشوف هجيب شخصيات شكلها عاملة إزاي. وعملت كده بس. التعامل بقى مع النجم كنا في مرحلة بقى التعامل مع النجم عشان هو ده غالبا سؤالك بس. فلا هو التعامل مع النجم عموما برضو كنت صغير ما كنتش كبير، عندي مسلسل واحد ما عملتش اي حاجه وبتاع. فبرضو انت عندك اللحظه اللي انت متمسك بورقك جدا وعايز طول الوقت انه ما حدش يلعب في ورقي وما حدش يجي وبتاع. وما كنتش مدرك برضو فكره انه النجم بيبقى عنده له ايمج عايز يحافظ عليها وحاجات بتاع. وهي ما كانتش يعني ما كانتش عندها طلبات هت الدراما او تبوظها او حاجه. بس فكره انه انت بترجع للنجم في معظم القرارات. مش انا ككاتب انا بتفاجئ بعد الحلقه مثلا انه لا بس اصل ليلى عندها راي انه نعمل كذا. وهو راي هي مش فرض خالص، هي شخص لطيف جدا. فاقول لهم طيب بس انا ككاتب شايف ده هيبوظ لي مثلا حاجات قدام. طب ليه ما احنا ممكن نظبط ما انا هقعد اظبط بقى طول المسلسل. فهنا بقى بعد التجربه دي اكتشفت انه لا مش طول الوقت انت المشروع اللي انت بتشتغل عليه خلاص هتبقى قادر تبقى انت مسيطر هذه السيطره الكامله على الكتابه. لا في عوامل كتير، يعني في عوامل ليها علاقه بفكره انه احيانا احنا ما بنبقاش عارفين نجيب الممثل الفلاني. فاحنا لازم نخلي الدور اقل سنه عشان نعرف نجيب ممثل مش عارف عامل ازاي. وده مش دايما، مش قصدي ان ده بيحصل معانا دايما بس احيانا بيحصل. دي خبره بقى. لو انت عندكش الخبره بتاعت احنا دلوقتي بقى في فكره مثلا انه عايزين نجيب فلان ضيف شرف في الدور ده بس المشاهد بتاعت الدور ده 8 مشاهد. ايوه فهو مش هينفع يجي ضيف شرف على 8 مشاهد. صح، خليهم 3 فتقعد انت تختزل عشان يجي يصور في يوم واحد. بالظبط. ايوه هو من هذا النوع بقى. بس فاكتشفت بقى انه لا الشغلانه مش بس ان انت بتكتب وتقعد تطلع كل الحاجات اللي جواك وتظبط كل الحاجات لا الموضوع مش كده. الموضوع في ناس تانية كتير بتشتغل وراك وفي تفاصيل كتير بقى ليها علاقه بالانتاج وليها علاقه بالبطل والنجم وايمج النجم والحاجات دي وبتاع. بس انت اشتغلت مع خالد الحجر هما المسلسلين دول بس ولا كان في مشاريع تانية؟ المسلسلين دول بس. هما دول. وبعد كده حصل انه قررت التجربة مع نفس المخرج ولا؟ لان بحس ان انت يعني بحاول افتكر كده الاعمال ضد الكسر كان احمد خالد ميت وش كاملة الرحلة حسام علي. فانت ما قررتش مخرجين كتير؟ لا اشتغلت انا وكاملة فيلم تسجيلي بعد بميت وش عملنا فيلم تسجيلي سوا. هو لسه ما اتعرضش بس يعني هيتعرض. هو ليه يعني ده علاقه بايفنت معين. اوكي فاشتغلت مع كاملة المسلسل وده، وكان في محاولات ان احنا نوصل لحاجات تانية بس لسه يعني لسه ما وصلتش لمرحله الحاجات. وانا وخالد برضو كان عندنا افلام ما بتكملش برضو لسه بيبقى في شويه عكوسات كده. ايوه مين تاني
اشتغلت معاه لا يعني ما هي طب انت عموما بتحس ايه شكل العلاقه المظبوط ما بينك وبين المخرج؟ لانه العلاقه دي دايما يعني بحس اللي هو ايه فيها صراع كده، صراع خفي يعني. صراع خفي مظبوط. اللي هو ده ابني، لا ده ابن انا، لا ده كده يعني. صح. انت شايف العدله بتاعتها من وجهه نظرك انت كسيناريست ايه؟ ايه المطلوب من المخرج في العلاقه دي من وجهه نظرك، وبتدير ده ازاي؟ ايه المخرج المثالي بالنسبه لك اللي يريح عمرو الدالي السيناريست؟ لا والله بص يعني علاقة السيناريست بالمخرج هي علاقة فعلا فيها سنة صراع، مش دايما حتى كمان بيبقى واضح، هو خفي زي ما انت قلت. بس انا شايف انه كل واحد يعمل شغلانته من غير ما حد يزعل. انا مطلوب مني كسيناريست اجيب موضوع كويس انت كمخرج معجب بيه وانا ابقى عامله كما يجب بنسبة كبيرة من التوفيق ان شاء الله. وانت بقى كمخرج لو عندك اضافة هتضيف للحدوتة دي رؤية جديدة، اهلا وسهلا، يلا بينا نلعب ونبسط ونفرح ونبقى لذيذ. وفي الغالب ده اللي بيحصل يعني يعني كام شغلانه اللي عملتهم غالبا ده اللي حصل. ما كانش فيه خناقات يعني وصراعات، دايما بنختلف يعني طبيعي هنختلف. انت تبقى شايف يعني شايف الحدوته من زاويه وانا شايفها من زاويه تانية، بس انا دي الزاويه بتاعتي. فيا انت تاخدني معاك للزاويه بتاعتك يا انا هاخدك غصب عنك الزاويه بتاعتي، واحنا الاثنين هنتبسط في الاخر. المخرج مهم جدا لانه هو بيضيف على اللاير اللي انت عامله في القصه لاير جديد ليه علاقه بالصوره. بس ما هو انا برضو سيناريست، ما هو انا برضو بفكر صوره. يعني مش بس بفكر في بنى، بالعكس انت ممكن تجيب لي صورة، ممكن تجيب صوره تبوظ اللي كانت في خيالي بيحصل. اصلا. يعني بيحصل كتير ان المخرج يبقى شايف حاجه مش هي اللي كانت في دماغي خالص، او العكس يقول لي انت عامل لي صوره زياده فانا مش عارف اشوفها بشكل تاني. فلازم نتفق. انا قصدي ان احنا لازم في الاخر نوصل لحته كده انه تمام، انت تمام وانا تمام، من غير ما نجرح بعض يعني. بس طب انت الاحسن بالنسبه لك ان المخرج يجي والمشروع لسه رخ، ويعني اللي هو المشروع لسه عباره عن معالجه مثلا بس مفيش حلقات اتكتبت لو احنا بنتكلم عن مسلسل، او مفيش سيناريو اتكتب لو فيلم، المخرج يجي في المرحله دي وتبداوا تدردشوا حوالين بس المعالجه الدراميه، ولا الاحسن يجي بعد ما تخلص انت كتابه؟ لا الوضع المثالي بغض النظر عن اللي بيحصل يعني سيبك من اللي بيحصل معانا احنا. الوضع الصح في رايي، او ما اعرفش برضه صح وغلط دي مش مظبوطه، ليه يريحك انت؟ ليه انا اللي احس ان هو بالظبط مريح بالنسبه لي يجي بعد ما اخلص كتاب. انا اخلص هنا يقول رؤيه بقى وانا الرؤيه دي اقبلها، العب معاك عليها، اشتغل انا عليها تاني، انها ممكن تعجبني اصلا. ممكن فعلا ابقى انا جبت فكره حلوه والمخرج جه ضاف لها حاجات تانية او شاف فيها حاجه تانية، ففي الاخر احنا الاثنين العمل هيبسطنا يعني. ده الطبيعي يعني، او بحس ان ده المفروض يحصل. اللي هو على الاقل تكون خلصت جملتك يعني، اللي هو خلصت كل اللي عندك اهو. يعني انا جبت اخري في الحدوته دي لان هي في الاخر ما هي بتاعتي اصلا. يعني انا اللي فكرت فيها وانا اللي تعبت فيها. لكن في مشاريع بتبقى انت اوريدي جاي على فكره المخرج عايز يعملها، وهو بيتوسم فيك انك انت السيناريست المناسب لهذه الحدوته. فانت في اللحظه دي لازم تسمع له، لانه هو اصلا اللي شايف فيك انك مهم، وهو كمان لازم يسمع لك. امال انت ليه يعني هو انت مش انت شايف فيا ان انا اشطر واحد؟ انت جبتني ليه؟ انت جبتني عشان اقول لك، عشان اقول فبقول. فلما بتلاقي احيانا لما بتلاقي ان الحيطه سد، انا بتراجع بشياكه، بحس انه طب يعني تمام، روح العب وانا اروح العب. وانت استاذ في التراجع ما تضيعش يعني لا خالص. يا عم ما تسوقش سمعتي. لا انا بتراجع والله يا وائل بتراجع عشان مش عايز، انا عايز اتبسط والله بكلمك جد. انا الشغلانه بالنسبه لي انا في جزء منها ليه علاقه بمتعتي الشخصيه بجد. يعني انا لما بقعد اكتب دي اكتر لحظه انا ببقى مبسوط فيها في الحياه. ليه؟ لانه انا هنا عمرو بس، يعني مش عمرو بابا، عمرو صاحب، عمرو زوج، لا انا هنا عمرو بس. ايوه. فدي اللحظه الوحيده اللي انا فيها بحس انه انا حر، يعني اكتب زي ما انا عايز بقى، اتبسط وبتاع. ما اعرفش اللي انا قلته ده تخين قوي. لا تخين قوي عليا بس هو ده الحقيقي يعني. ده احساسي، ده احساسي الحقيقي مع الكتابه. انا بتبسط، لازم اتبسط. لو ما بسطتش بجد وانا ما بعرفش، بحس ان دايما مش مظبوط، خلاص مش مهم بقى يعني. اللي هو يعني خلاص بقى ده يعني شغلانه يلا نشتغلها وخلاص. وبتحصل طبعا. طيب انت دلوقتي قلت عمرو بابا وعمرو الزوج وكده، انت
من اول ما كتبت مريالة كحلي كنت بطولك يعني، كنت ولسه بطولي يعني. ودورات شبرا وفرح ليلى، كل ده كنت بطولي. كل ده وبعدين كنت بطولي. بقى في بقى في بقى رنا، بيت وبقى في بقى في كده. رنا وبقى في ولاد. ايوه. ده بيفرق معاك انت في ايه، في نظرتك لكل المواضيع اللي بتكتبها، في نظرتك لكل حاجه؟ فرق والله يا وائل، صح صح. فرق جامد. لا هو اولا انت الفكره، انا زمان وانا يعني وانا لسه طولي زي ما انت بتقول كده وشاب صغير وبتاع، كنت بحس انه مفيش وقت. انا عايز اجري وطول الوقت ابقى موجود وبكتب ازاي ما كتبتش النهارده يعني، وحاجات عامله كده. لما بتخش بقى في الحياه اللي بجد وتحس انه لا، انت لا هتنظم وقتك لان في حاجات اخرى، وفي بقى بيت وتطلبات وتفاصيل وبحس كمان انه انت هم ما لهمش ذنب خالص انك سيناريست يعني. أيوة. يعني ولا هم ذنبهم ان انت فنان يعني. لا انت تلعب دورك العادي، في نفس الوقت حاول بقى بالخبره بتاعت السنين تتبسط برضو وتشتغل وتبقى تمام وتبقى قوي ولذيذ وكل حاجه، من غير ده ما يبوظ، لا ده يبوظ ده ولا ده يبوظ ده. ده هياخد شويه وقت في الاول بس بتتعمل يعني. وبتفرق في شغلك انت على مستوى رؤيتك للعلاقات اللي بتكتبها. فرقت كتير. فهمتك صح. وده كان سؤالك. معلش هتلاقيني بسرح. لا هي الفكره بتفرق كتير. المسؤوليه كمان بعد الولاد بتخليك تبص الحياه بوجهه نظر. يعني دلوقتي تكتب دور اب تانية تبقى حلوه قوي. تبقى لا غير كمان انك مجربه. ما احنا بنكتب ادوار ستات، هل احنا بنعرف نلعب بس هي الفكره لا كمان انت بتبقى بتلمس حاجات صغيره وبسيطه جدا في الحياه ومشاعر كده، بتخليك من خلال اللي انت عشته او شفته تلقطه. هقول لك على حاجه، مثل ظريف جدا. انا قبل ما يعني ابقى اب، علاقتي بالاطفال ما كانتش الطف حاجه. مش بستلطفهم خالص. وده عادي خلاص. وانا سنجل كده كان لما ابقى في مكان فيه طفل، ما انا قاعد كائنات مزعجه، ما انا قاعد اكتب وهو يعني قاعد بيعيط ووقع على وشه وحاجات كده وبتاع. النظره اختلفت خالص، ان هو في الاخر طفل، هو يعمل اللي هو عايزه. فبتيجي تكتب ده او تيجي تاخده بقى عندك في الشغل، اكيد فرقت يعني. اكيد فرقت. والفكره كمان الشخصيات، انت لما تيجي تكتب كاركتر هو متجوز، طب هو متجوز عن حب؟ لا مش متجوز عن حب. طب هو متجوز جواز تقليدي شكله عامل ازاي؟ طبعا فرق بقى في صوره شويه، بقى في اوبشنز كتير. بقى عندك حتت تجري وراها من الشخصيات ومن الحياه اللي انت عشتها يعني. صحيح. طيب نرجع تاني بقى للطلبات الغريبه من المخرج ولا من النجم وكده. وانت اشتغلت دكتورينج اللي هو ان انت يجي لك سكريبت مكتوب بس في مشاكل، والمنتج او المخرج يقول لك عايزين نعالج المشاكل دي. دي حاجه جزء من شغلانتنا يعني، اللي هو ويمكن ما كناش عارفينها زمان واحنا اصغر من كده، ما كناش عارفين نسميها صح، وما كناش عارفين نخليها ليها بروتوكول يعني ونظام، من غير ما حد يتضايق، من غير ما حد يزعل وكده. دلوقتي بقى ده شويه بقى واضح، بقى موجود. بقى موجود وواضح، وما فيش حد بيتكسف منه، لانه هو في الحقيقه مع الوقت بدأنا نفهم كلنا كسيناريستات يعني، انه مش معنى ان في حد هيجي يعدل على الشغل انه الشغل ده وحش في المطلق، وانما هو مش مناسب للي كان المخرج عايزه او اللي كان المنتج عايزه، والمشروع قام خلاص، فاحنا محتاجين نعالج صح. مشاكل عشان نقرب وجهات النظر وحاجات كده. فانت بتعمل الدور ده، واخرهم كان قريب السنه اللي فاتت بدون سابق انذار. بدون سابق انذار. بتخش فيه بانهي روح يعني، اللي هو ده مش ما كانش مشروعك، ما كانش حلمك. وانت دلوقتي بتتكلم على ان انت بالنسبه لك مهم قوي ان انت تتبسط. تمام. بس ده ما فيش وقت، انت داخل مزنوق. صح. احنا قبل رمضان مثلا ممكن بشهر ولا ب3 اسابيع تقريبا صح. انت مسؤول عن ان المشروع ده يوصل لبر الامان على نص مش انت اللي بدأته. صح. فايه الخطوات، ايه بتتعامل مع موضوع زي بتقعد مثلا مع الكتاب الاول تفهم هم كان في دماغهم ايه، ولا بتقعد مع المخرج وتشوف انت مشاكلك فين بتاع ايه عملت يعني؟ خلينا ناخد بدون سابق انذار كيس ستادي يعني. ماشي. انت اشتغلتها ازاي؟
والله انا بس اما طلبوا مني ان الفكره دي في الاول خلاص انا يعني عارف ان في شغلانه كده والدنيا كلها بتتعامل بيها دلوقتي ومؤخرا وكل حاجه وبتاع، بس قلت لهم طب انا محتاج اقرا يعني الاول عشان اشوف انا هصلح للشغلانه دي ولا لا. يعني ما رفضتش في المطلق لان كل يعني كل اللي حوالين الشغلانه انا بحترم شغلهم جدا خلاص، سواء محمد مسيس المنتج او هاني خليفه المخرج او حتى الشباب الصغير اللي كانوا بيكتبوا في عندهم تجارب محترمه يعني. فقلت لهم طب اقرا، فقريت، فلما قريت الموضوع حلو جدا، موضوع حلو جدا يعني. وحسيت ان هو هيبقى مهم، مشروع مهم السنه دي ان هو فقريت بسرعه جدا لان هم كانوا الوقت بالنسبه لهم صعب. يعني يا توافق احنا طوارئ يعني. يا توافق يا ترفض، احنا عايزينك في مهمه مستحيله، يا تيجي بسرعه تخلص، يا تقول دلوقتي لا عشان. فقريت، كانوا كاتبين تقريبا 8 حلقات من ال 15. فقريت وكلمت على طول استاذ هاني خليفه واستاذ محمد مسيس وقلت لهم انه انا تمام، بس هندورها ازاي يعني، هنلعبها ازاي بقى. فقالوا لي انت بقى اختار الطريقه المناسبه، بس احنا عايزين يعني في اسرع وقت يبقى معايا حلقات، عشان احنا طبعا انت عارف بنبقى فاتحين لوكيشنات معينه وفاتحين ممثلين متفقين معاهم على مواعيد وحاجات كده وبتاع. وكانت برضو المشكله بالنسبه لي ساعتها ان هم كانوا صوروا اسبوع ده اللي هو تقريبا 50 مشهد مثلا تقريبا، فده كميه كبيره يعني. احنا فتحنا في كل الحلقات اللي اتكتبت. هي الفكره ان هم لما قالوا لي كده انا اتخضيت بقى الخض. لا طب انا قلت خلاص يعني، انا قلت خلاص اني موافق، فمش هينفع اتراجع لانه انا حسيت ساعتها ان انا مضطر اروح اتفرج على كل المشاهد واعلم عليها في الحلقات انه ما تجوش جنبها يا جماعه. ايوه، عشان وتلف بقى من حواليها واشوف ازاي وهيتقال فيها حاجات وهيحصل فيها احداث. فانت لازم تبقى ملزم بالاحداث دي حتى طبعا. لو هي فيها حاجه انت مش مقتنع بيها او عايز تغيرها، ممكن تبقى عايز تغيرها. فده كان برضو مجهود ساعتها طبعا، انه اتفرج على كل المشاهد اللي اتاخدت واعمل اللفه دي. وبعدين طلبت اقعد مع الشباب اللي كاتبين الحلقات وحاولت اوجه شويه حاجات ليها علاقه بفكره طب تعالوا يا جماعه نحاول نكسب وقت، ما عندناش وقت كبير. انا مثلا شايف ان الخط الفلاني محتاج نبين اكتر هو مشكلته فين، او ليه علاقته مثلا يعني ليه علاقته بوالده مش حلوه كده، فده محتاج مثلا نعمل هنا مشهد. فبدأت اقترح مثلا ان احنا نعمل له مشهد في الاول بيكلم ابوه بشكل ما في الحوار يبان ان في حاجه مش مظبوطه في العلاقه. ده هيخلينا بعد شويه لما يروح يقول له انت بتطلع عيني وانت مش عارف ايه وانا طول الوقت مستحملك وحاجات كده، ده يرد في بتاع. فكان لطيف ان احنا نلحق نعمل كده. بدأنا نواجه مشكله تانية ان هم بيصوروا خلاص قبل المشاهد اللي انا قبل ما اجي اظبط معاهم فيها وبتاع. كان استاذ هاني اتصل بيا يقول لي انا داخل اعمل مشهد مش مقتنع قوي بيه، حاسس ان الحوار حلو بس حاسس ان اللوكيشن مثلا مش مظبوط، حاسس ان الاحساس بتاع الممثل مش صح، او ليه جاي من هنا وعامل كده مثلا وبتاع. وده مش عيب في اللي كاتب الحلقه، بالعكس هو الفكره انه ده احساسه ساعتها، هو حاسس ان ده مناسب. وانت لو هاني صعب يعني يعني خلينا نقول الصراحه يعني. بص هو هاني مخرج دؤوب جدا 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 طبعا، وموهبه ما يعني مش احنا هنتكلم عليها، بس هي الفكره انه هاني عايز طول الوقت كل حاجه مظبوطه 100% وبتاع، وحقه طبعا. بس الوقت برضو مهم جدا في الكتابه. يعني عندنا مساحه تفكير لازم ناخدها، عندنا مساحه بنى لازم ناخدها، عايز طبعا كمان نجرب نكتب وحش ونرجع نغير. أيوة يعني من حقنا نغلط يعني يعني بجرب. الكتابه على الهوا دي يعني حاجه زي بالظبط زي مدير التصوير وزي مهندس الديكور لما ما بيحصل بيحصل اخطاء تخلي الحاجات مش او مش مريحاك انت حتى كفنان. فبدأنا نشتغل شويه كمان على الهوا، يعني غير ان انت بتكتب حلقات لقدام عايز تجري بيها لقدام، بقيت بتعدل في اللي هيتصور دلوقتي. يعني بقى الاوردر بيجي احنا عايزين نظبط ده وبتاع. بس كان في ناس كتيره يعني، كانت في بصراحه يعني هو المسلسل ده كان فيه كميه طاقه ان احنا عايزين نساعد بحيث ان الورق يطلع حلو وبتاع، عشان التصوير يطلع زي ما هو متخيل هاني وزي ما كل الناس عايزه تطلع المسلسل حلو. فكلنا كنا بنساعد بعض في الحته دي. كسكريبت دكتور يعني انت بيبقى دورك واضح وصريح، انت بتخش تحاول بشكل كبير
تقرب الرؤيه اللي عايزها المخرج. ان انت اولا مسؤول، عارفين ان الشخص ده هيبقى قد الشغلانه دي. ايوه. ثانيا عنده حلول سريعه، فكره ان هو يلحق بسرعه، يفكر، يظبط مشهد، يعمل احنا عايزين بس منه اللحظه دي، فتجري تظبطها. فهو حلول سريعه وناجزه اللي هو يعني، واللي هو عشان كمان ما تضيعش وقت الناس اللي شغاله اللي بتصور وبتاع. ده يعني ده الشكل اللي انا جربته. بس هو في اشكال كتير. يعني في مرات انت يعني بيتم استدعائك كسناريست خلاص محترف بشكل ما، وعندك سي في محترم وكده، عشان تشتغل بتعدل في السر او يعني في الخفاء، جوست رايتر. كويس. فكره الاعلان برضو بالسكريبت دكتور دي متهيألي دي كانت مكتوبه على التتر سكريبت دكتور. يعني انا مكتوب على التتر بتاع المسلسل سكريبت دكتور، لانه كان الاتفاق من الاول احنا هنجيب عمرو يا جماعه يعمل كده، والناس كانت موافقه ومفيش اي حاجه خالص وبتاع. اتفاق معلن قدام الجميع والشغلانه كانت واضحه وصريحه. بس اوقات تانية بيبقى مطلوب منك تبقى سكريبت دكتور، بس هو في الحقيقه انت هتكتب المسلسل كله تقريبا. فتعرض عليا مره بدون ذكر اسماء يعني مسلسل وحش قوي يا وائل حقيقي. موضوع وحش ومكتوب منه مثلا 45 حلقه. يا نهار اسود. وهو كان كام 90 حلقه. الله. فمكتوب نصه تقريبا. طب يا جماعه انتوا كنتوا فين؟ يعني كنتوا فين من نصه؟ ده الراجل كتب 45 حلقه او الورشه كتبت 45 حلقه. فالمشكله بقى انه لما حد بيكلمك على حاجه شبه كده وانت فاضي شويه عندك وقت تعمل كده وفلوسه حلوه ولذيذ وكيوت وهنتبسط كلنا، ف بتبقى في بقى وقت ضايع، بتقعد تقرا الحاجه عشان تقول لا. بتقول ان انا دايما بجري. بس انا بجد والله لما بيتعرض على اي حاجه، حتى لو انا عارف ان انا غالبا هجري، بقراها عشان يبقى عندي يعني عندي رد ما فيهوش. عشان تبقى انت يعني راضي ضميرك في الرفض. يعني الرفض مش جاي من الهوا كده وخلاص. ايوه انا مش بتدلع يعني، لا هو فعلا ما برفض ينفعش. عشان انا مش شايف ان انا هبقى مفيد. بس في المسلسل ده مثلا انا اتعمل اوكي ما تجرنيش. لا مش هقول لك، مش عايز اعرف. لا مسلسل في الاخر مش موضوع يعني. هي الفكره انه لما بتقعد بتحس طول الوقت ان احنا عايزين منه يبقى يعني فاهم ياخد جايزه احسن بتاع. فاللي هو يا جماعه ما فيش. فقريت فايل يعني ما يقرب ال 240 ورقه. يا نهار ابيض. كاركترات وحاجات وعلاقات، يعني راجل مجتهد جدا. ايوه. ووحش ومش وحشته في ان هو دراميا وحش وبتاع يعني الدلع بتاع الفنانين ده. لا هو ما العلاقات وحشه، مفيش حاجه يعني، مفيش حاجه يعني. بنعمل المسلسل ده ليه؟ ايوه. نرجع للاسئله الاساسيه فبسال بقى يا جماعه احنا بنعمل المسلسل ده ليه؟ فبدات اسال السؤال ده، وانتوا يا جماعه بتعملوا المسلسل ده ليه؟ ليه شركه الانتاج الكبيره دي؟ وليه هذا المخرج الجميل وهذا ليه بتعمل المسلسل ده ليه؟ فبيتقال لي انه احنا رحنا عرضنا الفكره فعجبتهم فاشتروها، فخلاص احنا لابسينها. الله فاهم. فبيحصل كده. فده انا ده يعني ما بحسش ان ده انت محتاج سيناريست، انت محتاج حد يعني ينسف ساحر. يعني ينسف الورق خالص. وده بقى طبعا محتاج وقت ومحتاج مجهود كبير منك، ومحتاج كمان تبقى مؤمن بان الفكره دي يطلع منها حاجه. صح. ولو ما يطلعش منها حاجه خالص. والسؤال السؤال بتاع هو انت عايز تعمل ده ليه؟ انا فعلا بقوله كتير. يعني ليه نعمل المسلسل ده؟ اللي هو انت ليه شاري الروايه دي وعايز تعملها روايه وحشه يعني؟ وحشه، روايه وحشه. المعالجه دي اللي انت عايزني اكتب لها سيناريو مش حلوه. يعني فببقى فعلا عندي فضول اعرف المنتج ده او المخرج ده او ايا كان اللي مقدم لي الموضوع، وانت عايز تعمله ليه؟ لانه ممكن نوصل للي انت نفسك فيه. ايوه بس بطريقه شرعيه حلوه يعني. واديني وقتي بقى اشتغل. ما تجيش تقول لي لا اشتغل على المعطيات اللي موجوده وانت مش هتعمل حاجه يا استاذ. يعني هم بيتعاملوا معايا طول الوقت انت حضرتك مكبر الموضوع ليه كده؟ يعني ما امسك الحلقه وظبط شويه حاجات وابعتها لنا واحنا تمام. لا في الاخر انا مش يعني هحاول على قد ما اقدر احافظ على الاسم الصغير اللي انا عملته. يعني مش صح مش هبيعه في ثانيه عشان خاطر 90 حلقه. صح. على سيره الدكتورينج والمسلسلات اللي بتبقى محتاجه تعديل وكده، تفتكر مش ممكن الاي اي يعمل في وقت من الاوقات هو اللي يعدل ونخلص يعني؟ لا انا ما افتكرش. اوكي.
لا انا لسه اضعف من انه حاسس يوصل. كده، حاسس ان هو اضعف من فكره ان هو يبقى بيصلح كمان لكاتب بشري بيكتب. انا في الاول لما سمعت عن الموضوع ده ما كنتش فاهم اي حاجه خالص، يعني ايه يا جماعه حد بيساعدك ويعمل لك وبتاع. فقعدت شويه قاصد ابعد ما اروحش ناحيه الحته دي. عارف في الاول قعدوا يقولوا لنا انتوا هتقعدوا في البيت كلكم، طبعا. والناس في هتكتب رعب. بقى هندخل له اللوج لاين وهو هيكتب المسلسل كله وحاجات كده وبتاع. وبعدين كمان قعدوا يقولوا لي حاجات مرعبه بقى، انا ممكن اقول له اكتب لي المسلسل ده بستايل عمرو الدالي اوكي. فيكتب شبه ما انت بتكتب. اللي هو بداوا يخوفوني. انا ممكن اكتب له بطريقه نجيب محفوظ فيكتب لي بطريقه نجيب محفوظ، ويكتب لي بطريقه وائل حمدي وهكذا. هي دي طموحات يعني، هو ده الطموح بتاعهم يعني. انا مش طبعا. ضد طبعا خالص، بس هي الفكره حسيت انه طب ما اجرب مره، فدخلت العب كده. ف فكتبت له كده ايه اللي هو ايه، لو انا مش عارف واحد بيحب واحده ومش عارف يقول لها ازاي حاجات كده وبتاع، فبدا يكتب لي حاجات مش مناسبه يعني مش نافعه. تقول له مش حلو، لا وحش قوي. يقول لي طب انا اسف، طب ايه رايك لو بقى مش عارف ايه، بيقول افكار والله بس كلها مش، انا مش حاسس انها يعني ماشيه مع اللي انا عايزه او بتاع. فده تقول له لا مش حلو، ده ما فيهوش مشاعر، ده فيهوش بتاع. فبدا يرد عليا انه انا مش انسان حضرتك انا مش بني ادم، انت فاهم غلط. انا بس هنا عشان اساعدك، عشان بس ادور معاك على الحاجات واساعدك وانت بتدوس عليه. انت ليه بتعمل معايا كده يعني. بدا يعيط يعني فاهم. بس لا انا حاسس لو سالتني كسيناريست، لا هو لسه في وقت كبير جدا. انا بحس انه لا الكتابه. بس هو دلوقتي ممكن يبقى مفيد في سيرش مثلا جدا، اللي هو انت يعني عايز تعرف معلومات عن حاجه معينه عشان هتفيدك هتفيد في الكتابه طبعا كل حاجه. وبالذات ان هو ممكن يدي لك السيرش غير جوجل بقى، انت بتدور بنفسك على الحاجات. لا صح. هو هيطلع لك الكومبو يعني ماشي اللي فيه الخلاصه. بس ده هيبقى في المواضيع المعينه اللي احنا بندور عليها احيانا في المشاريع اللي احنا بنكتبها. بس فكره انه يكتب معاك او يالف معاك او يفكر حتى معاك، انا حاسس ان ده بعيد شويه. يمكن بعد شويه يتطور. بس لا مش يعني مش لسه ما اقتنعتش يعني. طب تفتكر في شغلانات تانية جوه المنظومة الفنية بتاعتنا ممكن تكون مهددة بالاي اي اكتر مننا ككتاب؟ يعني احنا في الاخر احنا عندنا اللي هو البذرة الاولانية بتاعت الشخصيات والعالم المخصوص وكده. ممكن يبقى في عناصر فنية تانية تنفيذية اكتر. يعني ممكن يبقى مثلا مفيد في ستوري بورد مثلا. يعني انه يحول الخيال، يختصر مسافات الستوري بورد، بدل ما يقعد الشخص يرسم بنفسه او يعمل اديت على الكمبيوتر لشطات معينه المخرج عايزها او بتاع. ممكن هو يبقى مفيد، بس اعتقد انه برضو هيقعد يعدل عليه ويظبط ورا. هيبقى محتاج برضو بني ادم هو اللي يسوق. يعني اعتقد انه لكن النتيجه النهائيه كده واضحه. طب يعني ايه هيعمل ايه؟ يعمل ديزاين لحاجه مثلا للوجو ولا بتاع حاجات كده ملهاش، مش عارف، حاسس ان هي في الافلام والمسلسلات مش هتبقى بالسلاسه يعني. لانه العمليه الفنيه حساسه برضو شويه، يعني محتاجه شويه صحيح خبره وشويه مشاعر وشويه حاجات عامله كده. لكن صحيح. هو في الاخر ده مكنه يعني شغاله. صحيح ده رايي يعني. ولا يخرج هو بقى ويكتب هو يعني. ما هو ده الطموح بتاع المنتجين كده دلوقتي يعني. انا هخش احط يعني المنتج دلوقتي احط القطن من هنا يطلع من الناحيه الثانيه قماش. صعب قوي يعني. مع رايي ما اعرف الله اعلم، ما تجيش بعد فاهم 10 سنين نقعد انا وانت نضحك. في منتج بره يعني بدون ذكر اسماء بقى، كان احنا ما قلناش اسماء حد على فاللي هو كان بالنسبه له فكره فريق الكتابه دي حاجه جديده. اللي هو انتوا يعني انتوا بتشتغلوا ازاي؟ فاللي هو احنا بنعمل مثلا تتابع الحلقات وبعدين كل كاتب معانا في الفريق بياخد حلقه يكتب. فقال يا معنى كده ان انتوا ممكن الثلاثه يخلصوا الحلقه في اسبوع. ايوه هي دي كل فيبقى بدل ما يبقى عندي حلقه في اسبوع هيبقى عندي 3 حلقات في الاسبوع. قلت له نظريا تمام. قال يعني كده لو جبنا 30 كاتب في الورشه ممكن يخلصوا المسلسل كله في اسبوع. في يوم بقى. فاللي هو المنتجين يعني ما فيش حاجه هتوقفهم في ان هم يوفروا وقت. يخلص عايز يخلص. لا فاكيد الاي اي بالنسبه لهم لايه يعني ورق هيوفر وقت ومجهود وفلوس. طيب يعني سيره الاصدقاء المنتجين جت كده في الكلام على الدكتورينج والتاني. انت بالنسبه لك المنتج اللي بتتمناه المفروض يعني يقول كده 1 2 3 انا عايز ال3 حاجات دول يبقوا موجودين في اي منتج وانا اتعامل معاه بنفس الوقت. ايه مين المنتج المثالي بالنسبه لك؟
من غير اسامي يعني. ايوه كشغلانه يعني. لا هو بص احنا ما احنا في الاخر احنا يعني انتمينا للشغلانه دي من خلال حبنا لناس قبلنا كتير. بحس ان المنتج هو لازم يبقى فنان، هو مش بس شخص عنده فلوس بيعمل كده خلاص. والحمد لله احنا عندنا منتجين كتير الحمد لله فنانين، بس هي الفكره انه اوقات السوق او احنا مؤخرا السوق بقى بيفرض علينا كلنا، يعني بقى فارض على الصناعه كلها طريقه في الشغل. انت اكيد فاهم كويس. بس هي الفكره انه بحس ان المنتج مهم جدا يبقى مؤمن تماما ان هذا الورق خلاص او السكريبت ده هو عايز يعمله، هو عايز يصرف فيه فلوس، لانه هو في فكره حلوه، في شخصيات كويسه، بيناقش حاجه ما بيناقش حاجه يعني بيسلينا وخلاص. مش قصدي لازم يبقى موضوع عميق عشان يحط فيه فلوس، مش قصدي، بس قصدي ان يبقى حبه، لانه ده هيوفر علينا كلنا حاجات كتير. لان انت لو حابب الحاجه هتجري تجيب احسن حد للديكور للمزيكا لكل حاجه، تجيب المناسب، هتختار الشخص المناسب. وبما انك منتج فانت هتحط فلوس في حاجه تستاهل يعني. فده مؤخرا ما بقاش متاح في كل الحاجات. مش عارف بقى ده عشان السرعه اللي احنا فيها، عشان عايزين نعمل كتير، عشان نعمل كم اكتر فنبيع اكتر، عشان منصات تتملي بالحاجات، عشان القنوات تلحق تخلص. مش عارف يا حكايه. بس انا بشوف ان المثالي انه انا اخلص شغلي ككاتب واروح لحضرتك اعرض عليك الفكره كمخرج او كمنتج، ونشوف مين المخرج المناسب. اوقات ده بيبقى العكس هو الصحيح، ان المنتج بيبقى عايز يشتغل مع المخرج الشاطر، هو في الغالب بيبقى فعلا شاطر، وبيبداوا يدوروا على مين التالت الكاتب اللي ممكن يبقى بتاع. فبيبقى في اختيارات ما بين انه مثلا وائل هيعرف يتعامل مع النجم الفلاني، لا النجم الفلاني هيعرف يعمل له حاجه لانه عنده سي في مشاريع تانية فيها شويه من روح هذا الشخص البطل، فاهم؟ بحس احيانا العمليه معكوسه. طبعا الكاتب كده بيجي رقم 3، بيبقى العكس هو الصحيح يعني. كده احنا بادئين من انه النجم لو مش عاجبه بالظبط الدنيا هتتبرجل بقى في الغالب هتتبرجل كويس. بس بتقولي بتجري ليه؟ بجري عشان هو مش راكبه يعني الموضوع مش ركب. هو الراجل عايز حاجه معينه، وده حقه برضه كنجم انه يحافظ على صورته ويحافظ على المكان اللي هو واخده وكل الحاجات اللذيذه دي. فبيختار مشاريع او مواضيع معينه. الا بقى لو النجم ده عايز يغامر، عايز ياخد ريسك، فعايز يجيب وائل عشان يجرب معاه نوع جديد هو ما جربوش قبل كده. نلعب بقى، يلا تعالى انا انبسط قوي ونعمل كده جدا وبتاع، نجيب بقى مخرج مناسب لهذا الموضوع وحاجات كده. لكن المعكوسه دي بحس انها مش دايما بتظبط. صح مش بتظبط صح. فالمنتج المثالي في رايي انه اولا لازم يبقى فنان جدا، ثانيا يختار الناس المناسبه في المشاريع المناسبه، ويؤمن بالمشروع. واغلبيه المنتجين اللي اشتغلت معاهم حقيقي انا مش بهزر بيبقوا مؤمنين بالمشروع الحمد لله يعني. مش دايما بس يعني بس قصدي بنسبه كبيره، لا بنسبه كبيره كان. ويا ريت فوق كل ده ما ياخرش دفعات طبعا يعني اتمنى دي مشكله كل دي امنيه صغيره كده على جنب يا جماعه يعني ممكن ناخد الدفعه بس طب مشكلتنا الازليه بس طيب انت دلوقتي ايه اللي باقي من حبك للشغلانه اللي كان ايام مريالة كحل؟ يعني بكم بقى الطلبات الغير منطقيه، بكم المشاريع اللي يعني ممكن تبقى مزعجه حتى لو لقيت فيها حاجه كويسه تساعدك ان انت توافق عليها. هل متعتك اللي كانت موجوده زمان في الشغل ما زالت موجوده جنب الخبره وجنب اللي هو انا عرفت دي بتتعمل ازاي وعرفت دي، ولا المتعه والشغف والكلام ده مش بيتراجع؟ مش كل المشاريع يعني مش كل المشاريع بيحصل فيها كده يعني. مش هنكر ان انا بقى لسه ببسط وبدور على حاجه اللي تبسطني وبتاع وبستمتع بالنتيجه والردود الافعال اللي بتجيلك بتبقى حلوه فعلا وجميله ومرضيه لكيانك اللي انت عامله. بس في مشاريع تانية بنعيا يعني بنخرج منها عيانين يعني. انت فاجئتني من سنتين ان انت بقيت تاخد دواء ضغط. يعني ضغط عالي في مشروع يعني ضغط عالي في مشروع يعني ضغط عالي في مشروع من المشاريع على خلاف اهبل جدا. بس يعني روحت البيت عندي صداع عجيب كده مش فاهمه خالص. نمت غالبا نمت متضايق صحيت الصبح لا الصداع صعب جدا، فروحت كشفت فقال لي انت مريض ضغط.
قلت له امبارح مريض ضغط امبارح. فقال لي انت ايه اللي حصل؟ فحكيت له كده رتوش الدكتور يعني، فقال لي لا انت مريض ضغط عالي جدا، انت لازم تاخد دواء ضغط بشكل يومي. اخدته. امراض المهنه يعني هي فعلا ممكن تبقى من امراض المهنه طبعا. بس والحمد لله تمام. بس هي الفكره انه هي انت بتبقى تعبان قوي في الشغلانه، ما بقصدش مجهود، انت مش تعبان جسديا، انت نفسيا مرهق يعني مستنزف بالظبط، وشخصيات مرهقه، وانت تجيب مشاعر معينه وتكتبها في المشهد وتبقى بتاع، فانت بتعدي عليك يعني، ما هي بتاثر فيك بتعور جواك برضو وكل حاجه طبعا. فاللي هو فجاه تلاقي ده بيتقابل مثلا بطريقه انه ده مشهد مش مهم خالص يا عم. مش مهم ايه ده، انا قعدت 4 ايام اكتب فيه يعني ازاي مش مهم؟ فبتتناقش. او يا ريته مثلا يقول كده، لا ممكن يقول لك هو اللوكيشن ده صعب فاحنا مش هنعمله، يعني سبب اجرائي يعني تماما. السبب ملوش اي علاقه بيك خالص. طب يا جماعه، طب ما لو سهله كده، طب ما يعني اعملوا هنا كده يعني. ما هي مش كده طبعا يعني، هو السيناريو لازم يبقى مكتوب، ده احنا بنكتب الزمن والرقم والحاجات يعني، احنا بنكتب حاجه هندسيه شويه. فاللي هو يا جماعه لو هي سهله كده، طب ما تتعبونا ليه يعني؟ ايوه بس طب هل العكس ممكن يحصل، اللي هو ان انت لما تبص دلوقتي على شغل قديم بتاعك انت اللي كتبته، تحس انه لا والله انا برضو ما كنتش موفق في ده، او طبعا شغلتك انت كسيناريست يعني المشهد ده فعلا ما كانلوش لازمه حقيقي دلوقتي لما تبص له من بعيد؟ طبعا يعني في لحظات بتحس وانا كتبته كده ليه عملته يعني، ليه عملته كده يعني؟ بس فبتحصل طبعا كتير يعني. في حاجات من شغلك ما تحبش تشوفها طبعا، اللي هو ما تسقطها من ذاكرتك يعني، اللي هو بص انا ما عنديش مشاريع كتير قوي يعني لدرجه ان انا يبقى يعني لا مش فاكرها. يعني الحمد لله. لا عندي كل حاجه، بس هي لا، في مشاريع ما بحبهاش، انا ما بحبهاش، وعايز اقول لك انها في منها مشاريع ناجحه جدا بس انا ما بحبهاش. عندي مشكله معاها كبيره يعني. ما بحبش اشوفها خالص اصلا. ورافضها. ده بسبب ظروف العمل ولا لا مش سبب ظروف حاجه. لا خالص يعني المسلسلات اللي تعبت فيها بحبها، مسلسلات بحبها، بس او اللي اتخانقت فيها او اللي حصل فيها مشاكل يعني ضايقتني وبتاع، لا كلها بحبها، ما عنديش ازمه معاها. لا في مسلسلات بحس انها مش شبهي يعني. وكانت مش مشكلتي يعني، كان المشكله اللي انا شايفها مش بتاعتي. فتحس انك اتظلمت كده. بس لكن يعني مش كتير يعني. هو في مشروع انا ما بحبوش خالص خالص، ما بحبوش خالص، بس هو يعني في ناس بتحبه، في ناس بتحبه كتير جدا. فانا تمام يعني، بس الشيء اللي هو مش مفيش مانع يعني تمام كلهم انا بحس ان يعني احنا تقريبا هتلاقي كل سيناريست عنده حاجه او اتنين كده اللي هو ما بيحبش يفتكرهم، وممكن يتفاجئ انه عاجب الناس عاجب الناس جدا. المسلسل ده تحديدا انا كنت في فرنسا مره وراكب المترو، وطبعا احنا وشوشنا مش معروفه ولا وحد سمعني بتكلم في التليفون بالعربي يعني بالمصري. فست كانت جميله خالص، جت قالت لي وحضرتك مصري؟ قلت لها فتعرفنا. ست كبيره كده جميله خالص، مصريه عايشه بره. فتعرفنا، فبتعمل ايه؟ بعمل كذا وبتاع. فايه ده؟ طب ايه الشغلانه؟ فقلت لها اسم مسلسل لا بحبوش، كان اخر حاجه ساعتها يعني. فيا نهار ابيض احتفال فظيع ده، انا بحبه والناس كلها بتتفرج عليه هنا، ده احنا كنا بنتجمع في بيت واحد نتفرج عليه وبتاع، ده انا هروح اقول للناس كلها وبتاع. فطبعا اللي هو طبعا سكت، طبعا ما قلتلهاش بقى ما بحبوش قلت لها والله شكرا بس. طب رد فعل من النوع ده ما يعني ما بيخليكش علاقتك بالمسلسل تتحسن شويه؟ ما باكلش انا من الكلام ده. لا اصل انا عارف اللي مضايقني ايه. انا عارف ايه اللي مضايقني يعني. انت متضايق منه فنيا جدا. يعني انا ما احبش اتفرج عليه. ايوه يعني انا كعمر لو متفرج عادي او متفرج كسيناريست مسلسل وحش، مسلسل وحش والله العظيم. هو نجح بس تمام. فاهم قصدك جدا يعني. متاكد يا استاذ وائل؟ عندي نماذج دي. هقول لك ايه هو بعد ما نخلص هقول لك انت اكيد عارفه تقريبا يعني، انا تقريبا كده. طيب يعني انت لسه بتقول دلوقتي انا ما عملتش حاجات كتير وكذا، بس انت فكره المنافسه بتعني ليك شيء خالص يعني، اللي هو مفيش منافسه بين سيناريست وسيناريست يا وائل. انا فعلا مفيش منافسه
والله مفيش منافسه. دي مش سوق اهو كلنا. هو يا وائل بص حبيبي، مش انت بتكتب بطريقتك وانا بكتب بطريقتي وفلان بيكتب بطريقته ومريم نعوم بتكتب بطريقته، كلنا بنكتب، كل واحد بيكتب بطريقته. وعلى فكره اصلا ما انت تكتب وانا اكتب ومريم تكتب ومصر كلها تكتب، ده احلى. فاحنا بنتخانق على ايه؟ ما هو مسلسلك مستحيل هيبقى شبه مسلسلي، ومسلسل مريم مستحيل هيبقى شبه المسلسلين اللي احنا بنكتبهم. بس مين رقم واحد في رمضان ومين رقم واحد في صباح الفل الكلام ده؟ رقم مش كام بتاعتنا اصلا. يعني فارقه معاك؟ اكيد مش فارقه معاك. لا انا مش فارقه معايا خالص رقم واحد والرقم بتاع، بس اكيد لو رقم واحد هتبسط طبعا، بس هل انت هيتقال انه الرقم واحد عشان السيناريست عمرو الدالي اجمد واحد فيهم يعني؟ مش موضوعنا خالص. لكن لو الناس مثلا شيرت مشهد انت كاتبه حلو وانت بتحبه جدا وقالت عليه المشهد ده مكتوب حلو قوي، هنا انت بتحس بلحظه كده انه انا اتبسطت، الناس قالت على المشهد ده حلو. لكن المسلسل نجح، فطبعا اتمنى كل المسلسلات تنجح بتاعتنا، بس هي الفكره انه رقم واحد، رقم اتنين، رقم تلاتة، رقم 10 يعني. مسلسل بالسوق اتحط، الناس حبتوش، حبته نص نص يعني، مش بتاعتي خالص. ده غير مش هاخد منه حاجه غير اجري يعني. مبروك يعني. بتفكر بعد لما بتاخد الفيدباك، طبعا احنا دلوقتي محظوظين اكتر من 15 سنه فاتت ان احنا بنشوف فيدباك سريع صح على السوشيال ميديا، بنشوف الناس وبنتشتم سريع برضه، وبنتشتم سريع وانا يعني بحس انه تمام يعني. وده لازم لازم اشوف يعني، لازم اعرف. لا وحقه يشتم، هو حر. كان زمان الشتيمه بتبقى موجوده بس ما بنشوفهاش، دلوقتي بنشوفها يعني، ده الفرق. ف بعد ما بتعدي موجة رد الفعل الأولاني إعجابا أو من غير إعجاب، بتحاول تشوف هو اللي عجب ده عجب ليه، واللي ما عجبش ليه، بتعيد نظر في الموضوع ولا بتقفل الصفحة تماما؟ في الأول كنت ببقى ليه كده، ليه بيقول كده يعني. كنت متأثر قوي. أوكي. ايه ده ليه يا اللي هو بتاع فاهم حاجات كده. حد كان كاتب تعليق، هو كان كومنت مش يعني مش مقاله يعني، حد بيذكر قوي في المسلسل. اوكي. وبيذكر في الكتابه طبيعي، وبيذكر في عمرو يعني هو بالاسم، وعمرو شاطر جدا مش عارف ايه، وعنده كذا وعمل كذا وخارج من مش عارف من الرحله عمل بعديها ب100 وش، فبص ازاي مش عارف ايه بتاع. وفجاه في تعليق يا عم ده حمار، ده ما بيعرفش في الكومنتس ما تعرفنيش ولا اعرفك وليه حمار يعني، ليه حمار تقول حاجه تانية يعني. وما اتكلمش عن الكتابه على انه الممثل مش حلو زي يا عم ما ايه ده يعني، انت غلطت فيا وغلطت في المخرج يا عيني، انا والمخرج خدنا يعني موشح من الحاجات، وان المفروض النجم ده او النجمه دي ما تشتغلش مع الاتنين دول تاني. اوكي. وحاجات كده وبتاع، ومين دول اصلا عشان ياخدوا دور زي يعني ياخدوا الفرصه العظيمه دي، ده مصر مليانه مواهب مش للدرجات دي، احنا بقالنا سنين شغالين برضو دي بتاع. فلنفرض ان احنا مثلا خيشنا يعني عندنا حاجات تانية يعني. وبعدين حضرتك مين يعني عارف لو اعرف حضرتك مين هروح اخبط عليك واقول لك ده. فبعد ما كتبت تعليق يعني هرد عليه اقول له، وكنت والله مهذب جدا، قلت لا يعني اكيد مش هخش في بس لو قعدت ترد على كل حد مش هنخلص. مش هتخلص، ومش بس مش هتخلص، انت مش هترضي. وبعدين انا احيي بجد يا وائل، انا مش معني خالص ان انا ارضيك حضرتك. انا موافق على اعتراضك على المشروع وعلى فكره وعلى مشاكلك في الكتابه، موافق برضو، مش هقول لك يا بص انا كريم ازاي معاك لاخر لحظه، بس خليك مؤدب بس يعني اشتمني بالراحه بس. لكن لا الاول كنت ببقى عامل كده يعني بقالي بتاع 2-3 ما دام انا مخلص للشغلانه وحاسس ان عملت اللي عليا، سواء النتيجه طلعت زي ما انا عايز او بنسبه كبيره او بنسبه قليله، فانا تمام يعني. وما زلت شايف ان الجمهور من حقه يحب او يكره، لان انا بحبه، انا بحب واكره جدا. صح يعني صح فهو الحق يعمل من غير يعني ما تتجوزش بس مش نيش بامي بس يعني استني بس ما تجيبش سيره الاهل. ايوه بس. طيب في البدايات وانت لسه بتستكشف كتابة السيناريو قبل ما ريالة كحلي كده، مين الاسامي السيناريستات الاساتذه اللي كانوا بالنسبه لك اساتذه، اللي هو لما تسمع اسم فلان الفلاني هو ده السيناريست؟ مين يعني اول اسم بيجي كان ساعتها بيجي في دماغي خالص هو استاذ وحيد حامد طبعا.
وحيد حامد. لان دي الفتره بتاعت الافلام اللي هي البيك بتاعت الارهاب والكباب والطيور الظلام والحاجات دي. هي دي الافلام اللي انا كنت في السينما بشوفها وانا مستوعب فكره ان انا عايز ابقى سيناريست. اوكي. فكنت ببقى مبهور قوي بان هو قادر يناقش المواضيع دي باللذاذه دي كمان. ايوه والاستاذ وحيد حامد طبعا. وفي المسلسلات استاذ اسامه انور عكاشه اكيد. واستاذ محسن زايد. يعني محسن زايد كانت اعماله قليله جدا بس المسلسلات اللي كان عاملها يعني مثلا الثلاثيه دي ثلاثيه نجيب محفوظ التلفزيونيه لما عملها في التلفزيون اللي هي كانت بطوله الله يرحمه محمود مرسي. حلوه حلاوه مكتوبه حلو يعني. طبعا كلنا قرينا الروايه فعارفين الروايه كويس وشوفنا الفيلم وشوفنا الافلام وعارفين الكاركتر بتاع السيد اللي عامل كده وبتاع. فانه يتعمل بعد السنين دي بممثل تاني بطريقه حكي مختلفه شويه خطير. انا فاكر هو كان انتاج حاجه بره مصر انتاج حاجه في دبي تقريبا في دبي. ويمكن عشان كده انا كنت في الامارات يعني لحد ثانويه عامه فانا شفته قبل ما يتعرض في مصر طبعا. وكنت مستغرب يعني لما كبرت شويه كنت مستغرب الناس مش عارفاه قوي. فبعدين اكتشفت انه اتعرض متاخر بعد شويه يعني على ما جه على ما جه عندنا. انا بحس انه اقرب بكتير لروح الروايه مظبوط من الافلام. مظبوط من الافلام بتاعت حسن امام الله يرحمه لانه اخد روح الشخصيات بتاعت بين القصرين صح. اللي هو وانا بقرا كنت متخيل ده مش اللي في الفيلم. هو ده شايف محمود مرسي هو ده اللي كان شايفه ده سلطان دي ده اللي يعني قصدي هو ده اللي كان بيعجبني جدا يعني في استاذ محسن زايد الله يرحمه انه انت ازاي قادر تمسك الروايه وتفصصها. وبعدين لما جريت بقى وراه بعد شويه لقيته هو بيعمل الموضوع ده بسلاسه جدا. وهي حقيقي صعبه يعني. طبعا عمل كده في فيلم قلب الليل مع عاطف الطيب مثلا مرعب. نجيب محفوظ برضه الروايه بتاعت نجيب محفوظ لما تقراها صعبه روايه فلسفيه جدا والكاركترات عامله كده وبتاع. فانه نزلهم على الارض وشفناهم كده وتعاملنا معاهم في الفيلم. لا صحيح. خطير صحيح. وطبعا عمل ده في الاخر في حديث صباح المساء اللي هي برضه روايه في منتهى الصعوبه الروايه مكتوبه فهرس بالحروف الابجديه كاركتر بروفايل بالظبط بس وجواها تفاصيل مرعبه. فان هو يمسك التفاصيل دي بالذكاء ده. وانا قريت بقى حديث صباح المساء قريت السكريبت قريت الحلقات بتاعت حديث صباح المساء اوكي بالصدفه لانه شادي اخويا كان بيلعب دور صغير في في المسلسل. فجاي في يوم مع الحلقات. فطبعا اللي هو وانا كنتش قايل بقى ان انا عايز ابقى سيناريست وبكتب بقى مريالة كحلي وبتاع. فتحت لا يا وائل حاجه عظمه. لا والله بيكتب في السكريبت اليمين والشمال اليمين بتاعه حلو حلاوه مرعبه. اللي هو الوصف بتاع ازاي يدخلك جوه المشهد وازاي المشهد بيتسلم. لا استاذ محسن زايد حاجه طبعا ما حصلتش يعني. انا بالنسبه لي كمان محسن زايد كان يعني من دلائل عبقريته كسيناريست يعني فيلم اسكندريه ليه لانه سكريبت حلو. لانه يوسف شاهين بطريقته تحسه شظايا يعني اللي هو مش عشوائي في الافكار صح. والموضوع بتاع اسكندريه ليه موضوع اللي هو بيحكي عن نفسه وعن اسكندريه وعن الحرب العالميه يتحمل لان الفتره دي تحمل العشوائيه يعني دي هو يوسف شاهين عايز يقول كل حاجه في الحته دي وبتاع وكده. فانه يعني نسميه الزخم او الافكار الكتير والعالم المتشابك وكل ده محتاج بقى معلم صح والله يعرف يحكي كل ده من غير ما تتوه صح من غير ما انت تتوه وانت بتتفرج. وعشان كده الفرق الحقيقي ما بين اسكندريه ليه اللي هي الثلاثيه بتاعت السيره الذاتيه يعني كمان وكمان ما بين اسكندريه ليه واسكندريه كمان وحدوته مصريه. لا اسكندريه ليه احلاهم لان انت عارف تتابع صح. وقدرتي على المتابعه دي السيناريست هو ده سيناريو بالظبط. انت قادر تخليني ما افقدش الخيط صح. ما اقولش هو انا ايه اللي جابني هنا. واختيار اللحظات يا وائل يعني اختيار اللحظات اللي في السيره الذاتيه اللي هو اختارها حلوه حلاوه يعني. طبعا مشهد المركب لو هو طالع ومحمود المليجي بيقول له هعمل لك كده ايوه جامد دي تفاصيل سيناريست يعني. طبعا ومخرج شاطر عظيم وكل حاجه بس هي الفكره انه لا في سيناريو فعلا صح زي ما انت بتقول حاجه مربطه. واستاذ رؤوف توفيق برضو عشان ما نبقاش طبعا احلام هند وكاميليا ده انا بحبه حب مش ومشوار عمر وزوجة رجل مهم طبعا يعني في روح كده صحيح. دول السيناريستات اللي انا حسيت ان هم دول اوكي. طب هل في حاجه كنت معجب بيها
وانت يعني معجب بيها كفيلم وانت صغير بتعتبره حاجه يعني بتتعلم منها وبتاع، او مسلسل او كده، ولما كبرت بقيت تعيد نظر في اعجابك وتقول والله يعني اللي هو في احسن من كده، او دلوقتي بقيت قادر تشوف العيوب في كده. في بس بص، مش وجهة نظرك بتتغير 100% يعني. بس مش، لا لسه ستيل الشغف اللي حصل ساعتها او يعني المتعة اللي حصلت ساعتها انت لسه هي محتفظة بمكانها. بس انت بايه بتقفش شوية حاجات ليها علاقة بفكرة التكنيك، فكرة الحكي نفسه، انه على فكره في اعاده هنا كتير الحاجات دي كان ممكن تتشال عادي يعني. بس مش هقول اسماء طبعا لان هم اساتذه كبار وحقهم طبعا احنا نفسنا بنعمل كده طبعا دلوقتي واحنا ولا حاجه يعني. هي الفكره لا، وما ينفعش نحكم عليهم برؤيتنا بتاعت دلوقتي. مستحيل. هو وقتها يمكن كان بيجرب يعني، هو بالزبط. ما كانش عنده ريفرنس بالظبط. وبحس انه لا، هي المشكله كانت باختصار، او يعني اللي بتخليك تغير رايك شويه في الحاجات الاختلاف التكنيك، وده سمة العصر ساعتها. صح. انه هو ده اللي كان بيحصل. هو عامل احلى حاجه كانت ينفع تحصل. الناس دي لو كانت موجوده دلوقتي كانت عملت حاجات عظيمه يعني. صح. نفس الاسماء اللي انا ممكن يبقى عندي شويه ملاحظات بسيطه على الحاجات دلوقتي، صحيح، هم دلوقتي هيبقوا جبابره. انا اللي خلاني يعني اللي بيخليني افكر في الحكايه دي انه في وقت كده مروان ابني لما بدأ يحب يتفرج على افلام تتفرج معاه فتكتشف ففرجه بقى، اقول له بص انا هفرجك بقى على فيلم اكون انا نفسي ما شفتوش من زمان. أيوة. بس انا في بالي لسه انه كان فيلم جامد، لسه الاعجاب القديم جواك. انه فيلم جامد قوي، فاللي هو نتفرج وبعدين انا ببص عليه كده بطرف عيني كده، فاللي هو مش شايف الاعجاب في عينيه يعني خالص الراجل. وبعدين في الاخر ايه كويس اللي هو مش عايز يعني مش عايز يكسر لك الاعجاب الشديد. طب قول لي يعني، فيقول لي اصل في كذا وفي كذا، فاكتشف ان عنده حق طبعا. هو بيتكلم باللي هو بيشوفه دلوقتي. بيتفرج، هو مفتوح بقى نتفليكس ومش عارف ايه، فقدامه مكتبه لا نهائيه. المقارنه اللي كانت نافعه. احنا كمان برضو يعني معنا مفتريين برضو، هم كمان كانوا بيلعبوا في نفس الحته. صح يعني احنا ليه بنطلب منهم اكتر من كده؟ ايوه يعني، واحنا يعني اللي عارفين ما احنا مش عارفين. وما كانش فيه اللي هو بيسموه الاكسبوجر، اللي هو ان هم يقدروا يتفرجوا زي يعني 100%. احنا نفسنا واحنا اصغر ما كانش قدامنا الفرايتي دي. ما كانش متاح خالص. وده اللي بقوله انا للشباب دلوقتي لما حد بيكلمني يقول له انت دلوقتي عندك فرصه والله اكتر من اللي كانت عندنا. احنا لحقنا شويه يعني، احنا جيل الوسط اللي في النص ده، احنا لحقنا نشوف القديم ونلمس مع الجديد. لكن ان انتوا عندكم فرصه، انت عندك منصه مفتوحه 24 ساعه فيها كم مش طبيعي، الاف الاعمال، كميه وطرق سرد مختلفه واخراج مش عارف عامل ازاي يعني. العب بقى واتفرج وخد واختار انت بقى عايز تلعب منين وتلعب ازاي. طب انت دلوقتي لما بتتفرج في وقت فراغك يعني تفتح مسلسل امريكاني ولا مصري ولا كده للفرجه، بتعرف تستمتع يعني؟ انت دلوقتي من جوه الصناعه وشايف الحاجات بتتعمل ازاي وشايف الخياطه يعني فين والكلام ده، فانت بتعرف تفصل. في جزء من المتعه ضايع يعني، في جزء من المتعه فعلا انت بتفقده غصبا عنك، لان انت بتبقى عارف الكاميرا فين الناس قاعده ورا الكاميرا بيقولوا ايه لبعض دلوقتي، هناكل ايه وهناخد الشوت جاي ازاي وبتاع، فبتبقى عارف يعني، شايف اللي ما حدش شايفه ده. ده غير بقى انه كمان في الكتابه انت بتبقى عارف انه اكيد التفصيله دي اتحطت دلوقتي دي هتسمع في حته تانية. فلما تسمع في حته فتبقى انت شويه هارش الالعاب اللي بيعملها السيناريست. طبعا. بس اوقات كتير بنبهر جدا لان بلاقي راح في حته احلى من اللي انا فكرت فيها. وانا بتفرج فببص. طب هنا بقى بقف قدام الشاشه اقول يا ابن اللعيبه انت سيناريست شاطر، ده انت عرفت تلعب عليا انا. يعني ايوه ايه اخر حاجه، ايه اخر مسلسل او فيلم او كده ادالك الاحساس ده اللي هو حلوه دي؟ يعني في فيلم كوري اسمه باراسايت. ده سيناريو مرعب. صحيح، سيناريو مرعب. ده اللي كان في الاوسكار من سنتين ثلاثه، 2019 باين. 2019 يا الزمن ولا 22 مش فاكر يا كبرنا برضه. لا سيناريو حلو قوي قوي، مفاجآت ومليان مفاجآت. وكوري انا اول مره اتفرج على كوري في حياتي، بس سمعت ان هو فيلم حلو. فما لا اول ما خلص لا يعني عارف اللي هو الاحساس ده ما حصليش من زمان. ولا مش قادر اتنفس، وايه ده، ايه الصياعه دي وبتاع. مش بتكلم على الاخراج، بتكلم على الكتابه. مكتوب حلو. صحيح يعني
صحيح. سيناريو صايع جدا. دي اخر حاجه. مسلسلات كتير بس مش فاكر حاليا، مش فاكر قوي. اوكي. بس المهم انه ده لسه موجود، ان انت من وقت للتاني تيجي حاجه كده ده حقيقي تنعشك يعني. ده طبعا. طيب دلوقتي لو قلنا لك انت معاك نفس متوسط الدخل، خلينا نسميه كده، بس من خلال شغلانه تانية وتبطل الكتابه، اوكي، فايه الشغلانه التانية اللي تحب لما تبطل كتابه تجيب منها الدخل بتاعك؟ طيب بص، انا في كاركتر بحبه جدا، يعني بحبه قوي، الراجل اللي عنده كشك خطير. هو قاعد على كرسي زي ما انا قاعد كده، وفي بتاع خشب كده متر في متر، وحاطط مروحه صغننه كده، وتلفزيون صغير وراديو. والله العظيم يا وائل بجد خطير. والناس بتيجي السلام عليكم، السلام ورحمه الله وبركاته، لو رد اصلا عايز كيس شيبسي يعمل له كده، علبه سجاير، تلاجة عندك مش عارف فين بتاع، ازازه ميه، حاجه كده عسل. صح والله العظيم كاركتر هايل. وانا عارف انها شغلانه في الاخر بيع وشراء يعني، فبتكسب اكيد. ومفيش حاجه، هو كل المجهود اللي هيعمله في الحياه انه يبقى قاعد بيتفرج على التلفزيون او بيسمع الراديو يعني. فلما اكبر ممكن تبقى هي دي الشغلانه الوحيده، لكن كوظيفه انا قعدت فتره موظف، قعدت فتره طويله من عمري موظف في الحكومه. يا راجل، بالليسانس الحقوق يعني؟ لا مش بالحقوق، تخيل بالسيناريو برضه. ده فين؟ كنت بشتغل في مكتبه اسكندريه. اوكي. بس كان في مكتب هنا في في القاهره يعني. وكنا بنعمل افلام تسجيلي وافلام قصيره كده صغيره وبتاع. فسالت 14 سنه موظف، بروح الصبح الساعه 9 وبمشي يا خبر ابيض، بمشي الساعه 4. ده يعني تزامنت مع شغلك مع الكتابه. وكنت عايز اقول لك كان عذاب القبر طبعا لاني كنت باخد كل مواعيدي بعد الساعه 5. طبعا، لاني لازم اخلص الوظيفه. طب وايه، واستقلت استقلت طبعا. بامتى الكلام؟ بفخر شديد، من 6 سنين 5 سنين. اوكي. من 4-5 سنين. انت كده ما لكش معاش ولا ليك معاش ولا؟ ماليش معاش، لا خدت مكافأة الخدمة يعني. اوكي. 14 سنة يعني قضيت وقت يكفي ان هم يعني 14 سنة يقدروك يعني. 14 سنة خدت قرشين كده. لا بس لا يعني انا شخص ما مش بتاع وظيفة خالص، مش هقدر عليها يعني، مش هعمل كده تاني في نفسي، كانت غلطة يعني، كانت غلطة. بس استفدت منها يعني في حياتي وخبرة وبتاع، لا استفدت جامد جدا. صديقي وزميلي السيناريست وصاحب الكشك عمرو الدالي. خلاص لبست. متشكر جدا جدا، مبسوط جدا جدا من القعده دي، وان شاء الله يعني يبقى في قعدات تانية باذن الله. جدا حبيبي، انا انبسطت جدا. تسلم لي يا عم حبيبي، شكرا.